ايش معظم الاسئله اللي تجيني عن موضوع العلاقات، وكانه في الحياه كلها ما في غير العلاقات. شوفوا، انا مو ضليعه في علاقات الحب، ولا عندي اي خلفيه ولا خبره فيها، زيرو 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 اكسبيرينس في موضوع الحب والعلاقات، لكن ربما يكون عندي خلفيه في الصداقات. لو حنتكلم عن العلاقات، الشيء المشترك في كل العلاقات انه بدايتها بتكون مبهره، وبعد مرحلة الإبهار هذه مدتها قصيرة. بعد كده كل طرف بيبدأ يعرف الطرف الآخر على حقيقته بمزاياه وعيوبه، ويقرر يا إنه يكمل معاه يا إنه ما يقدر يتحمل. تعرفوا إيش أكثر شيء يفسد العلاقة؟ لما يبدأوا يشوفوا عيوب بعض وما يكونوا متحملينها ويسكتوا ويكتموا جوتهم، ويبدأوا يتغاضوا عن هذه العيوب عشان المركب تمشي. نتيجة إنه راح يوصلوا لمرحلة انفجار، وراح يكون الضرر النفسي للعلاقة أكثر من إيجابياتها بكثير. بس خلينا ننظر للجانب المشرق. إذا شافوا هذه العيوب وما تحملوها وانفجروا، بعد كذا قرروا انهم يكملوا، قرروا انهم يتقبلوا عيوب بعض، يتقبلوا الاختلاف اللي بينهم، حطوا يدهم على الحاجات اللي بتزعجهم في الطرف الاخر وعرفوه تماما، وعرفوا انه هذا بيسعده هو، وقرروا يكملوا حياتهم. لذلك قرروا ان يتقبلوا هذا الاختلاف، ما حنسميه عيوب لانه هو اختلاف. انا بشوف انه هذا الشيء في شخصيتي وانا عاجبني، الطرف الاخر مو عاجبه، هذا اختلاف. قرروا إذا وصلت العلاقة لهذه المرحلة بتكون علاقة جدا سامية، ومن النادر جدا إنه يصير فيها انفصال أو إنهم يتركوا بعض.